مبسوط اسبوع جامد مبسوط قوي. يعني انا بيتهيألي انا ما اتبسطتش اكتر من الاسبوع ده بسطني قوي قوي قوي. بس انت تقريبا نسيت اللي حصل في اول ولا يهمني الفراخ ولا يهمني خد الفراخ يا ولا يهمني. الفراخ هتهبط يهبطوا يصعدوا مش اختصاصي. انا مش هاممني، انا مبسوط ومحدش يقدر ياخد مني الفرحه دي. ده جلطة برضه يعني، بس ماليش دعوه. صعدت الكورتر فاينلز بغض النظر اخدتها من ريال او صعدت على قفا جلطة مش فارقه معايا. لا ماليش دعوه يا جدع، ماليش دعوه. بص اللي عايز يكسب بطوله لازم يقابل اي حد. طموح شباب، هو طموح فعلا. كلنا شباب. ايه اسبوعك كان عامل ازاي؟ توتنهام 1-1. الماتش ده كان فيه رخامه قوي، كنت انا متضايق جدا. كان في شيف شاورما مش عارف، في استفزاز. مش فاهم. انا مش عارف، احنا بنيجي قصاد الفرقه الصغيره وبنبقى بطه بلدي. هو بص يعني مش يعني لو هتقارن توتنهام وجالاتا سراي الاثنين، يعني المفروض كاسم في الكوره الاثنين المفروض اللي هم يعني توتنهام انا ما بعتبروش توب 6، يعني انا مش عارف هو عمل ايه عشان يتصنف توب 6 يعني ما اعرفش. بس يعني تقريبا يعني لو هم الاثنين في مستواهم الطبيعي فتوتنهام هيبقى في نفس حته جالاتا سراي، فالاثنين يعني مش شايف ان في فريق جالاتا سراي كبير كبير تركيا. مش شايف ان في فريق كبير قوي، لا انا بتكلم على مستوى اوروبا، مش شايف ان في فريق كبير قوي وفريق صغير او حاسس الاثنين يعني قريبين من بعض. ماشي. فانت هي مش فكره قد المطوشه الصغيره قد ما فكره ما تفهمش اللعيبه بتبقى نازله اللي هو واخده الماتش ده على عزيمتها، فاللي هو بقى ايه خلاص احنا مش هنتبع مش هنفولو الانستراكشنز بتاعتك او بيستقلوا بتوتنهام يمكن. ما هو برضو انت لما يعني مش لما بتخش ماتش الدوري كله، ما انت خسرت من مان سيتي 3-0 على ارضك، فيعني مش ومان سيتي مش حلوه. فما اعرفش. هو بص انا من اول السيزون قلتها لك بس انت ما كنتش شايف كده. قلت لك ارني سلوت طب انا هسالك سؤال، ارني سلوت لو وصل تشامبيونز ليج الفاينل وخسروا تقعده ولا تمشيه؟ لا I think لو تسالني انا مش عارف. صعب ان انا اجاوبك. ليه؟ عشان وصلنا تشامبيونز ليج فاينل، خسب او كسر. لو كسبوا او خسروا بالنسبه لي ده انجاز. ان هو وصل في موسم احنا بنلعب بطريقه زباله وبالعافيه بنعاني عشان نكسب مطوشه في الدوري. انت كده بترد على نفسك. ما انا فاهم بس انا برضو شايف ان احنا ليه بنستقل يا جماعه اي حاجه نفاير الكوتش في ثانيه زي تشيلسي كده؟ ازاي عندكم ان انتوا اي حاجه فيروا الكوتش ما لو كده كنا فيرنا كلوب من اول موسم. هقول لك على حاجه، كلوب انت ما فيرتوش من اول موسم عشان انت شايف في حاجه بتتنفذ في الملعب، بس الراجل ده محتاج وقت. سلوت ايه اللي بينفذه في الملعب ارني سلوت عشان تقول ان ده محتاج وقت؟ ماشي، ما انت خد بالك ان ده فرقه جديده ونص الصفقات اللي هو عملها اللي هي كبيره مش عارف يستخدمها. الكسندر ايساك لعب كام ماتش من ساعه ما جه؟ ده راجل ما بيعرفش يبدل. هات لي ماتش انت كنت خسرانه السيزون ده وعرف يرجع في النتيجه او يقلب النتيجه. اول 7 ماتشات لا اول 7 ماتشات بتاعت الموسم كنا كسبنا في اخر ايوه ماشي دي السبيريت بتاعت الفريق والكلام ده كله، بس ده لو تكتيك هتكسب. بص كويس ان انا مش ماسك الاداره عشان انا بيتهيألي قعد او مشي ما اعتقدش انا هيفرق معايا قوي. انا بيتهيألي لو كسبنا تشامبيونز ليج بيتهيألي مش هيمشي مش عارف بس احنا مش هنكسب الشامبيونز ليج. هو انا عارف ان النتائج هي اللي بتتحكم في مصير الكوتش، تمام، سواء يقعد او يمشي. بس برضو انا دلوقتي بقول لك هو لو وصل فاينل تشامبيونز ليج وخسروا، انا برضو لسه عند نقطه ان انت ما بتلعبش كوره. بس انا اقول لك حاجه، لو وصل تشامبيونز ليج فاينل مش هيخسر. مش هتعدي من بي اس جي وبايرن او ريال مدريد، مش هتعدي من دول عشان توصل تلعب بارسا او ارسنال وتخسر. بص احنا دلوقتي في الكورة فاينل اي فريق مرشح ان هو يكسب. انت دلوقتي يعني ريال مدريد كنا مستبعدين وقلنا ده السيتي هيدوس ويعمل ومش عارف ايه، السيتي ما جاش قصاد ريال مدريد. بس ريال وبايرن هنتكلم على ريال وبايرن كمان شويه. ريال وبايرن بس ده يختلف. ما انا فاهم بس يعني انت دلوقتي انت تقدر يعني دلوقتي لو بصينا على الفرق كلها برشلونة ممكن توصل وعندها فرصة،
صح بقى مش أكيد، فريق ما صغير. طبعا ارسنال عندها فرصه هي صح؟ ارسنال وبارسا بس مفيش غيرهم. مثلا لا اتلتيكو برضو ممكن لا يرخم على لا برشلونه زي ما مش طلعها هيرخم من على، لا الكاس، لا 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 زي ما طلعها من الكاس. اتلتيكو لسه كسبانه ماشي، برشلونه انا 4. معاك انا معاك، ماشي بس لا مش بس اللي هتحصل. هو الماتش الوحيد اللي ممكن اللي هو مش هقول لك تستهون بيه، لان بص دلوقتي الشامبيونز ليج بالفرق اللي احنا بنشوفها والرومونتادا وبودو جليمت لما كان كسبان 3 وسبورتنج رجع، لا في اي حاجه ممكن تحصل. ارسنال ممكن يجي ماتش يبقى الاوف داي بتاعت اللعيبه بتاعته يخسر. طيب احنا هنتوقع الكوارتر فاينلز دلوقتي، بس انا عايز بس ارجع لليفربول. الاداء اللي احنا لعبناه على ارضنا حلو جدا. زوبوزلاي مان اوف ذا ماتش، الواد مان اوف ذا جامد، سيزون اصلا. مان اوف ذا سيزون بالظبط، انا معاك فيها. فيرتس لعب حلو، كله لعب حلو بصراحه. انا ما فيش لعيب اقدر ابص عليه واقول لا ده ما اداش 100%، ما اداش روحه هو كله بس في الملعب. حاجه انا شفتها في الماتش ده، بس ايكيتيكي كان عايز يلعب اناني individual اناني كل كوره عايز يشوط وما ما بيلعبش. هو سترايكر، ما انت خد بالك انت سترايكر، يعني انت لم هدفك الوحيد في الفريق ان انت تسجل اهداف مش اسيستات، واخد بالك. في كور ما انا عارف انت مش بس كل حاجه. هو صغير برضه، صغير وفي عقليه معينه. مش قصدي كان اول السيزون لما هو كان جاي لك الواد كان مفير حلو تمام، فدي برضو حاجات بتخليك تلفت نظرك للمدرب ان ماشي. كذا لعيب مستواه قل. بس انا مش شايف ان مستوى ايكيتيكي قل، انا شايف ان هو برضه بيخلق مساحات، بيعمل تاتشات حلوه جدا. يعني خد بالك هو ككواليتي لعيب كويس بس انا بتكلم مقارنه اول لما جالك مش نفس الحاجه. اول لما طبعا جالك ماشي ما بيسجلش، انت بتقارن بس عشان ما بقاش يسجل زي أيوة الاول. لا وتحركاته لا انا مش انا شايف في الماتش اللي فات انا ما بقارنش كماتش دلوقتي، انا بتكلم على مساحات. هو بس الفاينل ثيرد ده، الفاينل تاتش اللي هو ايه، يا هتشوت يا هتباس. انا مش بقارن، ما بياخدش قرار الصح. ما بقارنش ما بين ماتش وماتش، انا بتكلم على سيزون كامل. ما فيش لعيب انا حسيت مع ارني سلوت ان هو مستواه عالي. زوبوزلاي ده ماشي حلو تمام، هو زوبوزلاي علي مستواه عالي دلوقتي مش من تكتيك الكوتش ولا اي حاجه ولا ان هو بيشتغل. زوبوزلاي هو طلع قال ان هو بعد ما بيخلصوا تريننج بيقعد بيتدرب على الفاولات دي من زمان، من ايام ما ارنولد كان موجود في الفريق. أيوة قال لك انا فرحت ان هو مشي عشان انا بقيت انا اللي هلعب الفاولات. فدي حاجه لعيب اشتغل على نفسه وطور من نفسه. بس انا مش شايف ان ارني سلوت عمل حاجه مع حد. يعني زي ما بقول لك، يعني ما اعرفش ده تاني موسم ليه وانا مش عايز اسبق الاحداث. احنا ما نعرفش اللي هيحصل. في طبعا ستيفن جيرارد قاعد على جنب مستني، مش مقتنع بيه. وفي شابي الونسو قاعد على جنب مستني. فلو ليفربول ماشي، ما لو ليفربول قررت ان هي مش عايزاه وعايزه خلاص بقى تشوف مين اللي بعده، عندك شابي الونسو وعندك ستيفن جيرارد، يعني في ناس كتيره مستنيه. انا مش مقتنع ماشي يعني انا مش مقتنع بيه بعد اللي انا شفته الموسم ده. انا مش مقتنع بيه، بس لو قدر يعمل حاجه ويحقق لقب هغير قناعتي يعني. لا مش عشان ماتش، انا ما قلتش حاجه، بس لعبنا حلو قوي. انا يا ريت انا فين الاداء ده، لو لعبنا الاداء ده قدام كل فريق نقابله كنا زماننا دلوقتي بننافس على الدوري. هنشوف قصاد بي جي هتعمل ايه. ما ده امتحان كبير جدا، امتحان كبير جدا. تعالى نوقع الكوارتر فاينلز على السريع. ماشي على السريع. عندنا ارسنال وسبورتنج. ارسنال ماشي. برشلونه واتلتيكو هيبقى ماتش صعب. هو صعب بس برشلونه هتعدي، اتعلمت من درس الكاس. تمام. عندنا الناحيه الثانيه في عندنا بي اس جي وليفربول. بص قول لا طبعا لا طبعا انا لازم اقول لك ليفربول، ما انا مش هقول لك بي اس جي. ايوه بس ليفربول عشان انت بتشجع ليفربول. بس انت شايف النسبه الاكبر لمين؟ بص انا بصرح معاك، انا ما اتفرجتش على بي اس جي الموسم ده في الدوري بتاعهم، مش بتابعهم قوي. وحتى لو بتفرج عليهم، بي اس جي في الدوري حاجه وفي الشامبيونز ليج حاجه. ليه الدوري ده بتاعهم ولا حاجه بلح. حلو طيب انت دلوقتي شايف الماتش ده مين اقرب غير ان انت بتشجع ليفربول؟ لا طبعا بي اس جي ار ذا الفيفوريتس بس واخد بالك. بس ده برضو ما يقولش ان انت ما عندكش لا انا مش شايف كده خالص. الثمان فرق عندهم مش عايز ارجع الموسم اللي فات عشان برضو احنا مختلفين عن الموسم اللي فات. ما حدش وهم كمان مختلفين، بس الماتش اقرب من الناس اللي تتوقعه. في ناس شايفه ممكن تقول لك بي اس جي بكتير، بس انا شايف ان هو اقرب من يعني ممكن تقول 60 40، يعني مثلا بي جي 6 او مثلا 55 45 مثلا ماشي. حاجه زي كده البي جي بالظبط. بس نيجي الماتش الثاني ريال وبايرن. انا شايف بايرن. بص هو انا برضو شايف بايرن بس لان ريال عشان روح الشامبيونز ليج فيهم بقى. ما اعرفش بيجوا في الشامبيونز ليج. ايوه بيبقوا اللي بيحصل، بس برضو
الريال عنده مشكله ان كورتوا مش هيبقى بيلعب، وكورتوا يعني عايز اقول لك ماتش السيتي في الاتحاد هو شال كتير. السيتي كان ممكن في اول 10 دقايق يبقوا 2-0 مثلا وكان يبقى في ريمونتادا، بس يعني ده اللي حصل. تمام، ده خلصنا كده من الشامبيونز ليج، وبرده لسه هيبقى عندنا حلقه تانية نتكلم قبل ما الماتش بعد السكند لاج، وهو بعيد لسه في انترناشونال بريك. فعندنا بقى حاجه بمناسبه الانترناشونال بريك، ماما افريكا صاحبه المفاجآت الكبرى. والله انا مكسوف، والله انا مكسوف ان انا من القاره دي. بص هقول لك على حاجه، يمكن انت عشان ما بتتابعش كره افريقيه كتير زي، او مثلا مش بتشجع، مش ممتعه هي مش ممتعه وعبث وحاجه قله ادب يعني. بس يعني اللي حصل ده ملوش غير كلمه واحده مش هينفع نقولها، لان لو قلناها هيبقى عليها عارفها بس اكيد الناس اللي بتتفرج يعني والله عارفها يعني فاهم. ده ما اسموش غير حاجه واحده. انا عمري في حياتي ما شفت ماتش تطبيل. لا ما هي مش تطبيل، ما ينفعش اجمل في الكلام، هي كلمه واحده مش هينفع نقولها. بس يعني انا شايف ان اللي حصل ده عمري ما شفت كده في حياتي. ماتش خلص والناس استلموا الكاس. ده كمان المضحك كمان ان هم النهارده الكاف بعت لساديو ماني بيقول له احنا محتاجينك ترجع بلاير اوف ذا ماتش، اللي هو مان اوف ذا ماتش، التروفي اللي انت خدتها ترجعها تديها لابراهيم دياز. انا ما شفتش عبث كده ولا شفت هبل كده. الناس اللي قالت لك ايه، قالت لك طيب بقى انجلترا عايزه نرجع لكاس العالم 1986 على الهاندبول بتاع مارادونا. لو احنا هنبتدي نحكم الماتش بعد الماتش ونبتدي بقى ايه نطبق القوانين بعد الماتش، يبقى لا نرجع بقى كل واحد للشامبيونز ليج، الفاينل تشامبيونز ليج ما بين بايرن وتشيلسي، لا سوري برشلونه وتشيلسي في السيمي فاينلز باين، لما كان في يعني كوارث من التحكيم. هو بص انا دلوقتي انا شايف الموضوع ده الكرة بتاعت فرانك لامبارد في كاس العالم ضد المانيا لما خبطت على امثله كتير، امثله كتير جدا. فاللي هو وايد مارادونا لما جاب جون، دي قله ادب، حاجات كتير. بس انا اقول لك على حاجه، دلوقتي انت كمغرب السنغال طلعت وانسحبت، رجعوا وانت كملت الماتش صح. فلو كان في قرار يتاخد كان يتاخد في ساعتها من الحكم، لكن ما تجيليش بعد البطوله بشهرين تيجي تقول لي لا والله البطوله دي مش عاجباك وانا هديها عشان في واحد صاحبي في الاتحاد ومش عارف ايه. لا. فده بص الكاف ده يبين لك حاجه، ده يبين لك ان انا كواحد اهلاوي، وفي ناس برضو بتقعد لحد يومنا هذا مش مصدقه اللي احنا كنا بنقوله، لما تلعب فاينل من ماتش واحد على ارض الوداد في المغرب، وكنا بنقول ان هم عاملين كده تطبيل للمغرب ومش عارف ايه، الناس كلها يقول لك لا انت ما اتظلمتش، اصل انت ما قدمتش، اصل الجواب حاجات كده انت ممكن ما تعرفهاش، بس في ناس انا عارف هو في حوارات كتير. فدلوقتي كوربشن كتير، في دلوقتي اي حاجه في صالح المغرب هتروح لصالح المغرب. طب خد الجديده، انا بكره عندي ماتش مهم مع الترجي في الشامبيونز ليج، ماتش يعني لازم اكسب لان انا خسرت هناك 1-0 برضه بمصيبه بفضيحه، بس ما علينا مشي الدنيا. معايلين لي حكم مغربي، لا لازم نرجع بقى ونكسبك الماتش 3-0 عشان الحكم لا يعني انا مش هقول لك الحكم عمل ايه، بس عارف انت الحكم من كتر الفضيحه اللي هو عملها هنوصل بعد ما خلص الماتش، ما هو ده احنا فيها، بعد ما خلص الماتش راح مطلع الكارت الاحمر وواقف كده في نص الملعب. هو عارف ان هو عامل جريمه في الماتش، عارف انه عامل جريمه فمطلع الكارت الاحمر عشان لو ما حدش يجي. لا انا هعترض في النقطه دي، بس نرجع بس سيكا عشان انا هنتكلم على الاهلي. انا بس الموضوع بتاع لو تم ان كاف، انا عارف ان كاف خلاص اخذ الفاينل ديسيجن، بس الموضوع لسه في السي اي اس، لسه هيروحوا الكاس في كاس وفي ناس هتابيل وحاجات زي كده، فالموضوع لسه بدري عليه، لسه بدري خالص، لان ده لو حصل ده هيبقى مهزله. لو الكاس فعلا رجع وقال لا احنا هنمشي ورا الكاف، يبقى احنا كده كاف كده يقفلوا البيبان كده، لا هي كده خلصانه بقى، كل حد بقى عايز بليله او كسكسي نجيب الناشئين يلعبوا اي حاجه، ملهاش لازمه بقى، ملهاش لازمه تتفرج على كوره. طب انا ايه ليه اعرق واتعب؟ نقفلها بقى. لا ما انا ممكن اتلكك واقول اصل انا كان ليا كارت احمر ما خدتوش، لا. فده غير في نتيجه الماتش، فلا يلا عيد الماتش. فده هبل، ويعني القرار ده متهيألي ولو تم برضه هيعمل حاجه تانية في دلوقتي فيما بعد، لما يجي بقى بطولات تانية افغان او مش عارف ايه، او حتى كلاب ليفل بلاش منتخب، منتخبات اصلا هتبقى مش عايزه تشترك في البطوله بسبب المهزله. غير كده اي حاجه تحصل دلوقتي هيقعدوا بقى ايه ابيل تو كاف، هتلاقي الابيلز تو كاف بعد الموتوشه هو قرار زادت، هو قرار غبي، جدا
جدا. انت دلوقتي خلصت الماتش كان 0-0 على فكره الماتش. أي. كان 0-0 لما انسحبوا، لما أي. لا انسحبوا، واخد بالك. رجعوا كملوا الماتش، دياز ضيع البينالتي، الماتش لسه 0-0، كملوا الماتش والسنغال كسبت خلاص خلصت. بالظبط. فلا قرار مستفز. يتاخد، بس هو ده قرار غبي، ويعني مش هيعمل حاجه غير ان هو هيفتح عليهم ابواب جهنم. صح، وقرار غبي. صح. نيجي بقى لاخر حاجه معانا النهارده الاهلي. قول لي بقى على اسبوعك. بص، عارف كده لما يقول لك الاهلي لا يسر العدو ولا حبيب، هو حرفيا احنا بقينا كده. احنا بنلعب ولا حاجه، ما بنعملش اي حاجه. ان كان مثلا الاداء كان احسن حاجه بسيطه الماتش اللي فات، وجه الحكم الله يبارك له راح مكمل. ضربه الجزاء اللي هي اتحسبت ضربه جزاء، ماشي، هي ضربه جزاء ماشي، مش هقول لك حتى 50-50، ماشي يا عم ضربه جزاء. بس في ماتشات كتير حصل زيها وما اتحسبتش، بس ماشي ضربه جزاء. بس على حسب الحكم والله، بتبقى حاجات اوبجكتيف، واخد بالك. يا عم انا مش معترض، انا مش معترض لو حاجه عليا اديها له على عيني، بس تمام. لما تبقى حاجه ليا، اديني حاجه. كوره بن شرقي واقف في ال6 يارد هيشوط الكوره جون، الواد راح حاطط ايده وحاجزه كده، الواد عمال بيحاول يروح وده بيشده من بطنه، عشان عندي لعيب بسم الله ما شاء الله ما اعرفش يعني قرر انه يصوم 2 و3 ما يقعش في الارض، فالحكم قال لك لا مش يا عم انا من غير ما اقع في الارض، ما انت بتشدني، دي فرصه جون. صح، دي فرصه جون من غير ايدك، ده انا كنت رحت شوت الكوره جبتها جون، ما اتحسبتش بينالتي. غير في اول النهارده في الماتش بتاع بورنموث ومانشستر يونايتد، بورنموث لعيب بتاعهم ايفن نيلسون معدي هاري ماجواير شفت عمل نفس الحركه، بس الواد وقع، مش زي بن شرقي. بن شرقي ما وقعش، لا ده وقع، عشان انا شفت احمر وبينالتي ودلع. لا ده انت بتتكلم في ليفل تاني مختلف، احنا ماما افريكا ده شغل تاني، بس تمام. والحكم ده برضو اصلا يعني ليه سابقه معانا قبل كده، كان طرد لعيب من الاهلي، لعيب واقفين في كورنر، فلعيب المدافع ماسكه فبيعمل له بس كده، يعني ما ضربوش كده، بينزل ايده. فطبعا ما كانش فيه فار ولا فيه اي حاجه، راح مديله كارت احمر، واعترضنا واتظلمنا، والحكم ولا جرى له اي حاجه. الحكم ده ما حكمش غير 3 ماتشات في الشامبيونز ليج، منهم ماتشين للاهلي، وكل ماتش بفضيحه. ده بس الكاف اللي هو الجميل بتاعنا. بس الماتش اللي جاي على ارضكم صح، من غير جمهور. بص، هو الجمهور مش هيفرق كتير مع اللعيبه، متعودين انتوا، لان اللعيبه دي متعوده يعني تلعب. لا اللعيبه دي ما بتعرفش تلعب تحت ضغط. فيعني سواء بضغط او من غير ضغط. يعني بص، انا هقول لك على حاجه، ماتش بكره انا هكسبه في حاله واحده، سيبك بقى بالمطيخه اللي قاعد بره ده، عمنا الاقرع ده مالوش فيها اصلا. انتوا كمان عندكم واحد قرع؟ هو كل القرع بيلطشوا السنه دي، حتى جوارديولا ايوه حتى جوارديولا فعلا. بس يعني انا بالنسبه لي الاهلي لو عايز يكسب بكره اللعيبه تسترجل، انا ما عنديش مدرب. هسألك نفس السؤال اللي سالته لي، وصلتوا للشامبيونز ليج فاينل وخسرتوا، همشي ولو كسبته همشي. لا بص الاهلي انتوا عندكم ستاندردز هنا، ما فيش يوم مرحميني، ما عندكمش بالظبط. ما هو عشان انا الستاندردز بتاعتي هنا، فلازم اللي يجي يبقى على مستوى الستاندردز دي، لو هيجي مش على مستواها انت ما تلزمنيش. تمام. انا نادي اتعودت على كده، ان انا باخد دوري وابطال افريقيا وكاس وسوبر وكل حاجه، وما بخليش حاجه لحد. الاهلي بياكل كل حاجه. ده اللي انا اتعودت عليه، عشان كده الاهلي مختلف عن اي حد. الاهلي مختلف ان انا مش اروح اخسر الشامبيونز ليج واخسر الدوري وطبطب عادي على المدرب. مفيش والله عارف، انا لو خسرت مثلا وفي ظروف مثلا الاداره ما عملتش صفقات، مش عارف اي سبب، كان في زحمه مطوشه جامد، لو في سبب تاني غير المدرب انا تمام. لكن انا المدرب ما بعتمدش على المدرب. اصل هقول لك حاجه، مانشستر يونايتد من 2013 من ساعه ما اليكس فيرجسون عماله بتغير في مدربين، غيرت مدير كام مره، صح، وكل مره تغير المدير الموسم بقى أسوأ من اللي فات، صح، مفيش تحسن، صح. فده حاجه توريك ان ايه، طب ليه ما نختارش مدير واحد بالظبط ونستمر ونديله فرصته، اديله 1 2 يعني صفقات ترانسفير ويندوز، اديله فرصه يبني فريق. ترانسفير ويندو ايه؟ اجيب له مين تاني؟ ده انا لما ماشي اجيب له مين تاني؟ ما بيلعبش كوره. ما بص، انا بالنسبه لي المدرب حاجه، النتائج بس الاهم من النتائج ان انا اشوف كوره بتتلعب اللي تكسبني ماتشات، ما بقاش بكسب كل ماتش بجون اللي هو ايه، يلا ايه جون. طب اللي هو انا عايز اشوف، عايز اداء حلو، سيبك من الاداء، سيبك عارف انا لا روح اي حاجه. لكن المدرب ده مش عارف يسيطر على اللعيبه. المدرب ده عارف بيعمل ايه،
انا عندي نجوم كتير في الفريق، ارمي في الملعب. طب يا عم اديهم واجبات مش عارف ايه. يا جدع انا الماتش اللي فات بتفرج امام عاشور وزيزو حلو، واحد بيقول للعيبه يلا نضغط والتاني بيقول لهم اهدوا. ده لا عيب الكوتش طبعا. لا ما انت المعلومات دي لازم تيجي من الكوتش. زي لعيب واحد بيقول حاجه دي حاجه انا شفتها بعينيا، دي مش معلومه، دي حاجه انا ولا خبر قريته، دي حاجه انا شفتها بعينيا. فلو واحد بيقول لهم يبقى ده واضح ان التعليمات مش تعليمات في المهلبيه، مفيش تعليمات. فانا استفدت ايه؟ فانا بالنسبه لي الماتش بكره ماتش مهم. لو خسرت هزعل، بس هبقى اطمنت ان الراجل ده كده كده ايه خلاص خد الختم كده انت ماشي. بس وممكن يمشي بعد الماتش. انت الاسبوع اللي فات لما اتكلمنا كنت بتقول لي انت يعني العيب على اللعيبه مش على الكوتش. ما هو العيب على اللعيبه وعلى الكوتش، الاثنين يعني نغير اللعيبه والكوتش. لا مش نغير اللعيبه بص عشان نكون صراحه دي احسن لعيبه موجوده في مصر اكيد، عشان نكون صراحه. لا تمام ماشي كمستوى وكجوده وكل الكلام ده، لان اللعيبه التانيين يعني شوف دول احنا بنشتكي منهم ومن ادائهم اللي تحت انيل بكتير. فانت عندك الاحسن واحنا عارفين ان احنا عندنا الاحسن. بس اللعيبه دي محتاجه كوتش يخليهم يعرفوا يلعبوا ازاي بروح. لكن اسمك نجم، يعني انت دلوقتي لامين يامال ومش عارف وصلاح والناس اللي هي النجوم دي دلوقتي لما يبقى ما بيلعب وما بيجريش في الملعب ولا بيجري على كل كوره بيطلع. طب انت ايه لازمتك؟ الكوتش لا لو كوتش عنده شخصيه بيطلعه، لكن الكوتش ما بيطلعش حد وكل ماتش بيلاعبهم. طب انا عندي ناس موجوده على الدكه، واحد زي حسين الشحات ده الروح اهم من المهاره. لعيب لما بينزل بشوفه بيجري على كل كوره وبيموت نفسه وحريف. الروح اهم من الاسم. انت اسمك زيزو، انت اسمك بن شرقي، انت اسمك تريزيجيه. انا عايز مدرب. انا مش الفكره ان انا ارمي نجوم وخلاص في الملعب. انت عندك كل لعيب تطلع منه احسن حاجه. بس انت بعد لما تطلع، يعني انا عندي فرقه لو كل لعيب عرف يطلع احسن ما عنده مع مدرب، انا مش محتاج تكتيك. انا هكسب لوحدي بالظبط. انا مش محتاج فهي دي بقى. انا زي ما بقول لك انا حكمي على المدرب حاجتين، نتائج، بس النتائج مربوطه باداء. ما ينفعش ان انا بكسب. طب زي ارن سلوت كان اول موسم كان بيكسب بس ما كانش فيه اداء، وكنا عارفين كلنا وكنا شايفين من اول ماتش في الدوري ان انت في مصايب في الدفاع وفي حاجات كتير. فكل بس البطوله غطت كل العيوب دي، والمكسب كان بيغطي كل العيوب بالظبط. بس الاداء مع النتائج، الاداء بيبقى مؤشر بيبين لك ان انت بتكسب دلوقتي بس بعد كده هيبقى في مصايب. وده فعلا اللي حصل معانا. فانا ما ينفعش ان انا اكمل مع مدرب. مشكله برضو اللعيب المصري لازم اللي بيدربه ده يبقى حاجه عاليه قوي كده بالنسبه له، يبقى اللعيب بيبص له انا مقتنع بيك كمدرب. انت مدرب كبير. لكن اللعيب لو بص للمدرب اللي هو انت مالكش فيها يبقى خلاص مش مقتنع بيه خلصت. لما يديله تعليمات ولا اي حاجه هيسمعها. لا خالص هيعمل اللي هو عايزه في الملعب. فانت وصلت لمرحله المدرب مش عارف لا يسيطر على اللعيبه ولا عارف يمشي كلمته. وبالدليل اللي في اخر ماتش واحد بيقول لهم يلا نضغط والتاني بيقول لهم فاحنا رايحين في سكه سواد. فربنا يستر وما نطلعش الموسم ده صفر من غير اي حاجه. ربنا يستر. بس كده ومش عايزين نطول عليكم. قولوا لنا ايه رايكم في الكومنتات، ولايك وسبسكرايب وشير، ده لو حد بيعمل حاجه يعني. ماشي. وبس كده يا معلمين، نشوفكم الحلقه الجايه. سلام.